مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائنا المشاهدين. اليوم انا متاكده اللي كل اللي يتفرجوا على قناه تونس 7 مش باش يغيروا المحطه، باش يتابعوا صفحه جديده من صفحات البومله، خاطر ضيفنا تحبوه برشا وهو نجمنا المحبوب سفيان الشعري. يا اهلا بيك يا سفيان. مرحبا بيك. مرحبا بيك ومرحبا بالساده المتفرجين والمشاهدين. هذا راه سفيان الاصلاني مش اسبوعي. ايوه مش ستوكو مش صادق. هذا تو اللي باش نعرفوه، باش تزيد تقربنا لشخصيه سفيان الشعري، الجو العائلي الفني اللي يعيشه سفيان الشعري، علاقته بالتلفزه التونسيه اللي هي علاقه طويله برشا، خاطر عمل مطولا مع العديد من المخرجين في الانتاج. هذا الكل ماذا بينا عاد نعرفوه. اولا باش نبداو بالعائله ساعه، عائله سفيان الشعري. معناتها سفيان ما جاش من لا شيء، لا، من عائله فنيه. انا الوالد ممثل اول حاجه في فرقه مدينه تونس قبل، وبعد ولا ممثل حر، خدم عده افلام مع عمر خليفي وخذا قام بالبطوله نتاعهم. عمل اشرطه تلفزيونيه زاد في البطوله نتاعهم كما العقد في مطر الخريف، يظهر حاجه هكايا تحت مطر الخريف. خدم برشا خاصة في فترة الأبيض والأسود في بداية التلفزة، وبعد خرج ولا يخدم في السينما اللي هي وقتها الأخ طارق معمار يجيب لنا الأفلام من برا، ونقوموا بالتحضير هوني في تونس. كل ما يهم التصوير نحضروها احنا وكل شيء. خدم برشا افلام وكان يخدم معاهم في الانتاج ويصور زاده. وسفيان وين وقتها؟ كان لسه وقتها مع بابا في الافلام الاجنبيه. خدمت برشا افلام، خدمت مع سبيلبرغ، خدمت مع اركادي، خدمت مع ممثلين كما هاريسون فورد، كما بيترو تول، كما داري كول، كما فيليب رواريرو جيانا، باتريك برير وقت اللي كان يمثل، كما ريشار بيري، كما الدو ماتشوني، كما كلود براسو. حسيلو انا شفت صور الكل قاعدين كان نقعد نعرض في الاسامي، البرنامج كله يمشي اسامي. وبديت انا صغير برشا، بديت ورا الكاميرا عملت التقنيات الكل، عملت ماشينيست، عملت الكتريسيتي، عملت افي سبيسيو نتاع القنابل وكل واحد، عملت اسيسانا، عملت كوستيم، كل شيء درت عليهم الكل. وانت بعد ما درت على هذاكم الكل وليت في الانتاج. أيوة. في الانتاج وخدمت برشا افلام في الانتاج. وبعد الحظ كما نقولوها بدا يتحل، حك شويه، عيطت لي التلفزه. حكه كبيره الحظ. لا، هذه تبسيمه. عيطت لي التلفزه. وليت نخدم في الانتاج مع التلفزه. ايوه. خدمت قبل التلفزه ساعه مع سي علي منصور. أيوة. خدمت معه في الانتاج في برشا ومضات شهريه. بعد علي منصور دخلت للتلفزه متعامل خارجي بالطبيعه، اما ديما في مسلسلاتهم من غاده لليوم وانا نخدم في المسلسلات. خدمت مع اغلب المخرجين نتاع التلفزه نتاعنا اللي هما نحييهم خاطر تبارك الله عليهم، علموني برشا. وحتى جات الفرصه اللي دخلت كما قلت انت الضحكه الكبيره نتاع الضحكه الكبيره عاد الدنيا في السنوات الاخيره اللي دخلت اللي حاشي بي انا نحلم بيه طول عمري. انت مشيت وحدك للتمثيل والعالم السينما، والا سي الحبيب هو اللي غرمك يعني بطريقه ربما غير مباشره، وقت اللي صاحبك معاه يهزك معاه، تشوف معاه الممثلين، تحضر معاه التصوير؟ لا، انا بديت من الاول باش ما يخلينيش نلعب في الشارع في العطله. العطله الصيفيه كلنا نعديها من فيلم لفيلم، معناتها وين هو يبدا موجود انا معاه. فهمت؟ انا واخويا عماد زاد كيف تغرم عماد ولا مدير انتاج في شركه خاصه في تونس. دونك غرمنا من غير ما يشعر. فهمت؟ هو فين انتم مش حصرنا الحسره هذيك ولا تغرى. وانا نحس من انا صغير امنيه في حياتي، نقول يا ربي زعما يجي نهار يعلقوا لي تصاوري كيما بابا كيف في الشارع. كنا نبدا ماشي المكتب ورا تصور بابا الفلاقه. أيوة. متمرد ناقف انا واصحابي نبدا نتفزع كذاك بابا راهو بابا. اي هذاك بابانا. اي بابانا هذاك حبيب الشعري وانا نبدا شيخ بها. اما في داخلي يقول يا ربي زعما يجيني نهار نحقق اللي حس بيه، اللي هو كانوا تصوري متعلق في تونس. باهي، احنا باش نحكيو على علاقه الاهل والعائله، خاصه البو وولده، وقت اللي يكون البو نجم كيفك انت. بعد شويه باش نحكيو على علاقتك مع ولدك كيفاش ولات المده الاخيره. لكن نحب نرجع لعلاقه سفيان الشعري بسي الحبيب الشعري. انت تعرف عليه اكيد سي الحبيب برشا حاجات، واحنا من خلال هالتجربه المتواضعه في البوم التلفزه اللي لاحظناه سفيان، وانت باش تجاوبنا للسؤال هذا باش يكون محرج هو شويه، لكن ننتظروا في جواب صريح بك
التلقائيه والصراحه نتاعك انت على سي الحبيب الشاعري. في بدايات التلفزه وفي بدايات السينما التونسيه سي الحبيب الشاعري تقمص ادوار بطوله في اعمال دخلت التاريخ كما الفجر وكما الفلاق وكما المتمرد الى اخره. وفي التلفزه التونسيه كذلك قدم اشرطه كبيره مع سي علي منصور، وخاصه الدور الكبير اللي قام به في العقد. به لكن من بعد وقت فترة الألوان والثمانينات والتسعينات شاهدنا سي الحبيب الشاعري في عدة أدوار، ولكن الأدوار صراحة معناتها كأنه يحب يسجل حضور فقط. هو صحيح، خاطر بابا وقتها تنقل من ممثل إلى صاحب شركة نتاع إنتاج، ودخل في الإنتاج في أفلام. ساعات يجيو أجانب شوية يستقبلهم هو بشريكته ويخدمهم. بدات تحلت البيبان نتاع الببليسيتي اللي هو مضات الاشاريه، دخل في هذوكم الكورميتراج، الافلام الاشرطه القصيره، بدا يتحرك من جانب اخر وراء الكاميرا بعد على الاضواء، بعد على الاضواء، اما ديما وراهم، ديما وراء الاضواء. ساعات يحب يظهر هكاك خاطر غرام، فهمت، غرام، ولا تجيه اقتراح من عند مخرج صاحبه ولا حاجه كيما الفنان نتاع سي احمد عرافه، عيط له خدم فيه في الانتاج وعيط له فيه رول صغير. اي ما بيحب هل تتصور انت مثلا بعد سنوات مثلا تلقى روحك سفيان بعد النجاح هذايا وبعد خطوات الهيل اللي عملتها في الميدان، تلقى روحك انت وراء الكاميرا تنجم تعمل كيفه مثلا؟ يمكن ما نعرفش على روحي، خاطر انا جيت صدفه، راه ربي جابني للتمثيل. يمكن مازال لي سنه فيا مجال اخر باش ندخل له وان شاء الله ننجح فيه. الانتاج يحتمل، اما نقعد ديما حنين للتمثيل خاطر نحبه في دمي، فهمت. يحتمل. ما سالتوش سي الحبيب علاش بعدت، علاش ما حافظتش على النجوميه نتاعك؟ مش هي كيما برشا من جيله في الفتره هذيك، برشا اسماء لليوم ما زالت موجوده. صحيح، هما بداوا بشويه بشويه. بابا عمل كيف ما هو عمل صغير، بداها صغير في ساعة ما ضرب وفي ساعة ما خذا البطولة، خذا نجاح. اللي تو العباد ما زالت قاعدة تخلط له بشوي بشوي. بابا خذاه في صغرته، فهمت. شكون ما تربيش على افلام الحبيب الشاعري، فلاقه ومتمرد وفجر، وقت اللي كانوا في تونس في 5 سنين عملوا فيلم يكون فيلم بابا، معناتها متهنين موجود في بابا هو اللي البطولة نتاعو، معناتها عملنا يمكن 15 ولا 20 سنة نعرفوا الحبيب الشاعري هو اللي عمل افلام البطولة، معناتها فماش غيره. دونك خذا فتره كبيره من شهره وقاعد محافظ عليها، ما حبش يدخل في مغامرات اخرين تكون عمل يرجعش عليه مش باهي ولا حاجه. خذا سطوه كبيره ياسر وقاعد محافظ عليها، يخدم ادوار ظريفه باش يذكر العباد، ولا هو يحتمل البليزير اللي هو باش غرام وكو، خاطر غرام كبير والتمثيل واحد. اما كي نعقلوه في المسلسلات نقولوا هاو سي الحبيب الشاعري، وحتى الناس اللي يعرفوه في بداياته وكل معناتها يستغربوا شويه، يقولوا علاش سي الحبيب بعد النجوميه ذيك والبطولات الكل اللي عملها اليوم يرضى بدور صغير شويه. انت توا قاعد تحكي وانت تدافع عليه. لا مش ندافع عليه، انت نحكي لكم الحقيقه. قبل كانت السينما ولا التلفزه ولا المسرح ما كانوش يعيشوا راهو، معناتها اللي كان يخدم يقول باش يتخصص كان التمثيل ما نجم يعمل حتى شيء في حياته، كان يعيش قد ولا تحت المتوسط، فهمت. بابا هذاك علاش وقف شويه تمثيل وعمل شركه نتاع انتاج وخدم مع طارق بن عمار باش ينجم يعيش ويعيش عائلته، على خاطر كان قبل الممثل يا اما تنتمي للتلفزه باش تنجم تعيش، يا اما تنتمي لفرقه مدينه تونس باش تنجم تعيش، ما كانش عندك شهريه. على كل سي الحبيب ما خسر شيء، هو يشوف في نجاحه في سي سفيان اكيد. متمتع هو توا، متمتع مش هكا؟ يا كوتي انا ولا هو ماناش قاصرين، احنا قاصرين تو بابا. لا انا نقول لك مش كان في النساء. باش نسألك قداش مرة تفرجت على شريط الفجر اللي قام بطولته الفنان الكبير سي الحبيب الشاعري؟ والله ما يتعدوش برشا مرات تفرجت فيه، خاطر انا صغير في السينما، وبعد في المدارس كانوا يدوروا علينا في المدارس، كل مره يجيبوا لنا عندنا فرحه كبيره وانت عاد تفتخر باش ندخل بلاش. خاطر كبير بابا كيما راه دخل ودي بلاش. ايوه. وبعد توا في العوام هذوما ساعات يجبدونا حاجه من التاريخ نبدا عامل عليها كيف برشا. من التاريخ جبدنا احنا شريط الفجر اللي مخرجنا الكبير سي عمر الخليفي. تحيه ليه، تحيه كبيره للمخرج الكبير صراحه. العصامي اللي بدات السينما نجم نقولوا عليه دي هو اول مخرج سينمائي غامر وخدم افلام تونسيه وبمعدات قليله ياسر وما فما حتى شيء، وكان وقتها فريمون كان المخ كاهو. هاو باش نشوف بهالمعدات القليله هذه شعمل مخرجنا عمر الخليفي،
وهذه هديه اللي طبعا سي الحبيب الشاعري. تفضل. هذا هو سي الحبيب الشاعري. شفت قلت لي خذوا بربي هو وبابا ينقذ. تحب تشوفوا شباب؟ لا هو مازال توا شباب على الدوام ان شاء الله. اما محلاها في العمر هذاك واحد في عنفو ان شباب وسبورتيف وينقذ. معناتها ذكرني انا زاد قلت لك كنا نلعب في الرجبي. علاقتكم اي بالحق هو صحيح. اي والله ذكرني انا خاطر كنت ياسر النار في الرجبي، يعرفوني ياسر كيف فوشيكا، مش فوشيكا فيصل لا فوشيكا معناتها نجري ياسر وحسيلو لاباس الحمد لله. قل لي تو حكينا على الوالد سي الحبيب الشاعري، كي نحكيو شويه على الوالده، هل ندرى الوالده كيفاش معاملتها ديك، وكي نشوفوك في سلسله تشوف لي حل مع سيده منى نور الدين اللي ابدعت في دورها في شوف لي حل، كيما طبعا ابدعت في مسيرتها الكلها سيده منى نور الدين. تقريبا فرد شخصيه هي بنفسها، مش هي قرب لنا شويه شخصيه الوالده. انا نحكي لكم ساعه على مدام منى نور الدين. انا نتسمت ولدت قدامها في الفرقه. انا بابا وقتها في فرقه مدينه تونس وانا تولدت، دونك تعرفني مليانه هكايا وكيفاش كنت ياسر مزيان. تو هي تحكي لكم مازلت. لا وقبل صغير كان شعري على 3 ألوان وكان لتوا تحكي به مدام. في الدنيا اشب راهو في الدنيا اشب برشا من التلمسه. يمكن انا ديما كيقولوا لي كي تراه منك ليه شنو سفيان، نقول لهم في الدنيا اشب سفيان. يمكن عايش كذا واضعف تهزلي في قلبي تهزلي في قلبي متروطار على الرست كان جاي قبل. يمكن على كل حال عاد مدام منى تحبني بحق حب كبير ياسر وتعتبرني ولد من اولادها. ومش كان في العمل هذايا راني خدمت انا وياها قبل ان عملت مدير انتاج نتاع برنامج عروسيه وخدمت هي معانا. عملت في خطاب على الباب نخدم في الانتاج وقتها توظيف بركح، خاطر بديت بشوي بشوي انا بديت نكبر فهمتني. عاد فما علاقتنا كانت من قبل باهيه كيما البو كيما طفل وامه معناتها نقدرها بالداوي تحبني بالكدا. الحب هذاك كي تبدل التصوير تحس فيه ساعه معناتها ما خبتوش، خليته يخرج تعامل فيا كوني ولدها. راهو حتى في الكوليس بعد التصوير تبدا انا ياسر نزلط تعمل لي هكا بعينيها كيما ماما تغزل لي كي معناتها اركح. حتى منى تعمل لي هكا مدام منى تعمل لي هكا كلي معناتها بالحق حسكيني عندي امي في الدار وامي في البلاتو ديما في جرتي فهمت. وديما اركح حرزن وانا ياسر فرفيش. ولدها تربيت قدامها بالطبيعه. وي ولدها بالحق. اي الوالده والمحبه هذيك ظهرت في التلفزيون. في التلفزيون صحيح. والله وصلت القلوب. وصلت القلوب وحسوا بها العباد وحسوا معناتها تحامي عليا وتحايل عليا وعلى ولدها الاخر معناتها ظاهره بالكدا بالكدا وهي يمكن من قلبها. بصدق هي بصدق بصدق هذاك علاش حاجه ناجحه كي تخرج من قلب الرزاق. هي لبست الشخصيه